السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين على قناة على اليوتيوب زراعة التين الشوكي في مصر. ده تجهيز بسيط لزراعة الفاصوليا موسم الشتاء في التين الشوكي، بيتحمل على التين الشوكي. فحبيت أديكم بداية كده لزراعة تجهيزات الفاصوليا تحميلا على التين الشوكي، وهتتابعوا بقية الفيديوهات. واحنا كده حضرات في المرحلة التانية اهو من تجهيزات وزراعة التين الشوكي. احنا كده حاليا بنجهز الزراعة وزرعنا، بنبتدي ننزل خدمتنا اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 10 متر سباخ بلدي للتين الشوكي. انا اول حاجة في الجزء الاولاني نزلت خدمة الفاصوليا البلدي، وزي ما حضرتكم تابعتوا معايا بداية الفيديو من اوله. بنبدأ بالوضع ده، نزرع شتلات التين الشوكي اللي هي 3 في 5، ونعمل المسافة بين الشتلة والشتلة 3 متر، وبين خط والخط 5 متر، ونبتدي ننزل الخدمه بين المسافه اللي بين الشتله والشتله اللي هي 3 متر، ونبتدي نطبق الفج ده على السباخ اللي موجود امامكم في الفيديو. ونبدا ننزل خدمتي بالوضع ده ونشتغل كده. كده انا خلصت المرحله الثانيه، وهي عباره عن زراعه التين الشوكي وخدمته. ابتدي بقى اخش في المرحله الثالثه اللي هتشوفوها معايا في الفيديو. تكمله للفيديو هتبداوا تشوفوا معايا زراعة الفاصوليا، وهتكون وصلت معانا لحد 5 سنتي الفاصوليا، وتبارك الرحمن. إذا أنا عملت نموذجين في واحد بس، اللي هو هبتدي أشتغل عليه، اللي هو الفاصوليا والتين الشوكي يستفيد من الري ومن التسميد ومن الكيماوي. هو ده الشغل الصح اللي أنا أعرفه، اللي احنا اتربينا عليه في مجال الزراعة. سواء بقى تين شوكي غير التين الشوكي، أنت تقدر تنجح بأمر ربنا، بس بنفسك بمجهودك. ما تختارش الزراعات الحاجات اللي تتعبك. احنا بنزرع، احنا كل حاجه متوفره عندنا على فكره، كل الامكانيات متوفره، وبنزرع تين شوكي. انت ما تجيش، ما فيش امكانيات عندك مش متوفره وتدور على زراعه تانية تتعبك وتتعب الكل وتتعب مادياتك وصحتك ونفسيتك، واحلى ضغط عليك. نخش على المرحله الثالثه وشكل الفاصوليا وصل ازاي. واحنا كده حاليا في المرحله الثالثه، وادي شكل الفاصوليا وزراعتها في التين الشوكي. دي مرحله ثالثه من التجهيزات. كل مرحله بناخدها بالراحه وبعقل، وبننفذ شغلنا. مفيش ضغوط، ما تضغطش نفسك، اشتغل براحتك واشتغل صح. احنا لسه معانا مرحله ثالثه هتشوف فيها الفاصوليا تبارك الرحمن، وهتشوف شكل التين تبارك الرحمن. انت في الفيديو ده التين دبلان، وشكله دبلان خالص، شكله ما يسرش حد ولا حبيب زي ما بنقول كده يعني. ف انت هيجيلك احباط لما بتشوف نبات التين الشوكي بالطريقه دي، فما تقلقش خالص. ده طبيعي، ده طبيعه التين الشوكي، ده نبات طبيعته كده. بيبدأ يمتص عصارته ويبتدي يشتغل ويبتدي يدي لون. هتشوفه في المرحلة الرابعة من الفيديو، هتلاقي نفسك في وضع تاني مختلف خالص. ادي شكل الفاصوليا. نبتدي بقى نخدمها، نحط لها اذا كانت اليوريا او النترات او العناصر الصغرى والكبرى، ومبيد حشرات، الكلام ده كله اصابات. تبدأ معايا النبات يتحسن ويوصل لمرحلة احسن، وابتدي كل التكلفة اللي انا شغال عليه هو الفاصوليا اللي انا زارعها دي، فاصوليا بلدي. دي بس شغل شغال على دي، مركز على دي خلاص. تاني شغل ده طلعته من حساباتي بقى، انا زرعته وحطيته وردمت على السباخ البلدي جنبه وسبته خلاص، اطلعه من دماغي بقى لمدة سنة كاملة، ما اشغلش بالي بيه. طب عشان ازرع المحاصيل دي لازم يكون حد شريك دافع من ماله، حد يدير لك. دي مشكلة كبيرة، دي مشكلة كبيرة. فكتير ناس فشلت الا من رحم ربه، بقى براعي ربنا في الناس. نخش على المرحلة الرابعة وشوف الفاصوليا والتين الشوكي. هو ده الفيديو اللي انت بتستنى نتيجته. ادي النتيجة في المرحلة الرابعة. تبارك الرحمن، شكل الفاصوليا يفرح، شكل التين الشوكي نفسه يفرح. تحس ان انت اللي صرفته حطيته بتلاقيه. يا جمال الزراعة بالوضع ده.
السوق بقى والسعر ده مش بتاعك، لا في ايدك ولا في ايدي. احنا كنا في سنه بنبيع الفاصوليا لحد 120 جنيه الكيلو، وفي سنين بنبيعها ب 70 جنيه، وزمان كنا بنبيعها ب 6 جنيه و4 جنيه. فالرزق ده بتاع ربنا، ملناش علاقه بالسوق نهائي خالص. احنا بنزرع وبنعمل اللي علينا وبنوصل للمستوى الجميل ده، والسوق ده بتاع ربنا. معايا انتاجيه كويسه ان شاء الله، لو السعر تعبان تعوض معايا. معايا انتاجيه ضعيفه وسعر كويس ان شاء الله السوق يعوض معايا. كلها مميزات في الزراعه، كلها مميزات. في ناس تقول لك الزراعه دي مخاطره، والله ما مخاطره ولا اي حاجه. اللي بيشتغل صح ما عندوش مخاطره. خد واحد من مجال الزراعه كده ودخله في العقارات، دخله في اي حاجه، ده ما يرضاش، يقول لك لا يا عم. يا عم ده انت ايدك هتبقى نظيفه وحياتك نظيفه والكلام ده كله. احنا برضو في الزراعه مجالنا نظيف، نظيف جدا. اشجار، شغل محترم، اداره كويسه، برنامج تصميم شبكه ري على اعلى مستوى، تصميم ري على اعلى مستوى، كلها ري حديث، مفيش تعب مفيش بهدله. المهم ان انت تعرف تدير صح، المهندس اللي عندك يراعي ربنا في ارضك، كل ده بيفرق معاك. فده المنظر اللي انت بتستنى نتيجته، ده اللي يفرحك، وده اللي برضيك وبتكون مروح في وسط ولادك مبسوط بيه. وده اللي احنا بنشتغل عليه. اديك شايف برتقان وشايف تين شوكي وشايف فاصوليا وشايف تين شوكي وشايف برتقان من كل الاتجاهات. بنزرع الحاجه السهله، برتقان صيفي سهل، تين شوكي سهل. احنا بنزرع برتقان صيفي برضه وسهل وكويس ومعانا والحمد لله. فيا رب يكون الفيديو اتبسطتوا بيه ويديكم دفعه كده، سواء لاي زراعه بقى. انا ما بدعيش لزراعه معينه عشان بس، ما انا بدعي للمجال اللي ناجح معانا. بس بنتكلم سواء اي زراعه بقى هتزرعها، اي تنفيذ هتنفذه، اشتغل فيه براحتك ونفذ فيه الصح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.